السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أنجح وصفات أم عبد الله الصديق. نقول لكم مولودكم بالصحة والهنا إن شاء الله يا رب العالمين. لهذه المناسبة جبت لكم طمينة الفرينة، طمينة روعة في البنة وحاجة خفيفة ظريفة وماشي حلوة بزاف، ما تقهمش يعني. دخلوا معنا إن شاء الله، شوفوا المقادير ونقول لكم فرجة ممتعة ومولودكم بالصحة والهنا يا رب العالمين. الأولى اللي نبدا بها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي قطعة تاع الملح، عندي 2 كيسان تاع الطحين محمص يعني الفرينة محمصة، عندي كأس من الحمص المطحون يعني كيما اللي نديرو تاع الكرانتيكا اللي محمصاتها، عندي كأس من بودرة الحليب يعني لحظة محمص. شوفوا نتوما واللحظة كي دايره كيما انايا غبنتني شويه في التحماص، بصح من تبرد خلاص دروك رايحه نغربل كل شيء، نغربل كاع هاد المكونات. الوقت اللي راني نغربل ندير ملعقه كبيره، هذا هو السر اللي باش تجي هاد الطمينه تجي شابه وبنينه. ندير ملعقه كبيره تاع الكاكاو، ملعقه مملوءه كبيره تاع الكاكاو، ونستمر في باش نغربلو المكونات الجافه تاعنا. الفول السوداني المحمص تنجمو تحمصوه بالبزاف، انا حمصته عادي. عندي فانيك تقريبا كأس من الجلجلان السمسم محمص، فانيك تبغوا تطحنوه تبغوا لا، انا ما بغيتش نطحنه. نتوما ما تبغوا الحلاوه، انا درت تقريبا كاس. والعسل فانيك ما نبغيش حاجه حلوه وتبغوا ديروا فيها حلوه الترك ديروا، انا ما بغيتش ندير، بغيت نديرها غير من بعد تلي تبغي تزوقي بها تبغي. والعسل غادي تشوفي ندير غير نص ونشوف، لاخاطش مانيش باغيتها حاجه حلوه بالبزاف. انا نخلط دروك، غادي نزيد انايا زدت شويه تاع الزبده، هاد الساعه قلت لكم تقريبا كاس، مانيش باغيه نتقلق وديروا كاس خطره واحده، كل مكون وكيرفد الحاجه. نزيد شويه تسمى درنا كاس تاع زبده. العسل ما ننصحكمش باش ديروا بزاف، حاجه كبيره بالبزاف لخاطرش تجي حلوه وما تنتكلش. انا نشوفوها كاين شي مرات تروحي نفاس ولا يديروا لك حاجه حلوه بالبزاف تنجميش تاكليها. شوفوا دروك راني خلطتها، هذا هو شوفوا القوام تاعها يكون كيما هكا. انا رايحه نزينها ونوريها لكم، ندوخها قدامكم. بسم الله، البنه جات ما شاء الله، حاجه خفيفه ظريفه بالخوف ديريها. نروحوا للتزيين نزينها ونوريها لكم البنات. كل البنات النتيجه النهائيه، هذه طمينة الفرينه تجي حاجه بنينه بالبزاف وما تجيش تقهم. انا عطيت لكم المكونات اللي باش ما تجيكمش تقهم بزاف، ما درتش فيها حلوه الترك، مرقلي عندي حلوه الترك ما بغيتش ندير فيها القرفه ولا حاجه ولا باش ما تجيكمش حلوه. البنه روعه، جربوها ان شاء الله رايحه تعجبكم. والتزيين نتوما ما تبغوا زينوها كيما تبغوا. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم، ونتلاقاو في حصه اخرى ووصفه اخرى باذن الله، ونقول لكم مولودكم بالصحه ان شاء الله مراها العام الجاي. ما تنساوناش حبيباتي باللايك، واللي دخلت جديده نقولها مرحبا بك، والاشتراك، ونقول لكم مولودكم بالصحه وكل عام وانتم بخير.